النادي الأهلي. طبعًا كلنا عارفين إن النادي الأهلي بيعيش أسوأ فترات حياته بسبب عجز رؤوس الحربة عن تسجيل الأهداف، وفعلًا إحنا حاليًا ما عندناش هداف في الدوري، إحنا كل أهدافنا عمرو السولية، علي معلول، لعيبة من ورا بتسجل أهداف، لكن رأس الحربة نفسه ما بيسجلش أهداف. حتى رؤوس الحربة بتوعنا محمد شريف سجل هدف قصاد الداخلية، شادي حسين سجل هدف قصاد الإسماعيلي، حسام حسن لسه ما سجلش أهداف لحد دلوقتي. عندنا رأس حربة بقيمة محمد شريف هداف الدوري وهداف دوري أبطال أفريقيا، وعندنا واحد زي حسام حسن، وعندنا واحد زي شادي حسين، التلاتة رؤوس حربة كويسين جدا، لكن هم حاليا مش شغالين، مش بيلعبوا، مش كويسين، فلازم نبص على رأس حربة كويس. فلما نيجي نشوف عن مركز رأس الحربة هنلاقي إن النادي الأهلي عنده لعيبة كتير جدا بره في المركز ده وممكن تلعب أحسن من اللي موجودين. مثلا احمد ياسر ريان لاعب كويس جدا، لعب معانا، مش لعب مع الاهلي كتير الصراحه، لكن لعب ماتش او ماتشين مع النادي الاهلي، ولعب مع نادي سيراميكا كليوباترا في موسم، ولعب مع نادي الجونه، ولعب بره في تركيا وابدع، فلازم يجي ياخد فرصه مع النادي الاهلي، هو مش رافض، هو عايز يجي النادي الاهلي، فاتمنى يعني ان النادي الاهلي يبص عليه، او على الاقل احمد سيد غريب، ولد لعب ماتشين او ثلاثة، عمل اداء كويس جدا وعمل ماتشات كويسة جدا، ولازم نبص عليه، ولازم يكون عندنا رأس حربة يسجل اهداف، مش مجرد ناس قاعدة وخلاص، لازم نشوف اللعيبة ديت ولازم نجربها، ممكن هي اللي تنفع مع النادي الاهلي، واللعيبة اللي موجودة حاليا هي اللي تكون مش كويسة، او ما مش هي اللعيبة اللي هي ينفع نستعملها او نستفيد بيها داخل النادي الاهلي. ما تنساش الفولو وتشترك على قناة على اليوتيوب وتقول لي رأيك في الموضوع ده بصراحة، وتكتبي في كومنت كده تصلي على النبي.